كان الليل ساكن، والهوى يضرب بواجهة المستشفى اللي طلع منه الدكتور سالم بعدما وقعوا له ورقة الفصل. حس بشيء ينكسر داخله. شغله كان عمره، مو بس وظيفة. طلع من الباب الأخير، يده ترجف، وعيونه تدور على الشارع الفاضي. ما كان يدري وين يروح، ولا شلو يبدأ من جديد. وصل لآخر الرصيف، وجفته عجوز قائمة خيمتها الصغيرة، الناس يقولون عنها الداي الناصر، تعرف بالأسرار اللي تخوف، والعيون اللي تشوف اللي ما حد يشف. قرب منها بدون تفكير. يمكن لأنه كان يائس، يمكن لأنه محتاج كلمة، ويمكن لأنها كانت المكان الوحيد اللي مضيع مثله. رفعت رأسها وقالت بصوت مبحوح: تعال. أنا أدري شان يأكل قلبك. جلس قدامها، ومد لها الفلوس بدون ما يتكلم. كان يدي يسمع أي شيء يربطه بالحياة. أمسكت الفلوس بيدها الضعيفة، سكرت عيونها، وبصوت يشبه الهوى قالت: ارجع. ارجع للغنية. هذيك اللي كسرتك. لأن خلاص دورك بيرجع هناك. فتح سالم عيونه بسرعة، ووقف من الصدمة. شنو تقصدين؟ أي غنية؟ لكن العجوز ما ردت، بس رفعت يدها وأشارت على الطريق الطويل، كأنه درب ناله رجعة. كان يفكر بأشياء كثيرة. هل تقصد أميرة؟ المرأة الثرية اللي كان يعالج ولدها؟ المرأة اللي طردته بسبب خطأ ما كان خطأه؟ المرأة اللي كانت تعامله باحترام؟ قبل ما ينقلب كل شيء، رجع البيت وهو يتساءل: ليش عقب كل هاللوى يرجع لها؟ وشنو اللي بينتظره هناك؟ ثاني يوم، لبس سالم بدلته القديمة، ورتب نفسه كأنه بيدخل حرب، وركب سيارته باتجاه بيت أميرة. كل ما قرب، قلبه يدق أسرع. مو خوف، لكن شيء يشبه غصة. وصل عند البوابة الكبيرة، والحارس تطلع فيه باستغراب. دكتور سالم، ما توقعنا نشوفك مرة ثانية. دخل، والمكان نفسه، لكن إحساسه مختلف. أحس إن كل خطوة ترجع فيه للي صار من شهور. فتحوا له الباب، وطلعت أميرة بنفسها، واقفة بعبايتها السوداء، وعيونها فيها تعب غريب. سالم، قالت بصوت منخفض، كنت راح أرسل أطلبك. ولدي حالته تدهورت. سكت، وشعر بشيء يشد قلبه. مو لأنه طبيب فقط، لكن لأنه يعرف الولد، ويعرف خوف أميرة عليه. دخلوا الغرفة، شاف الطفل نائم، وجهه شاحب، والتنفس ثقيل. كل الأجهزة حوالينا، لكن في شيء ناقص. شيء ما شافته المستشفى يوم صار الخطأ. قرب أكثر، فحصه بدقة، ثم رفع رأسه وقال لأميرة: التحليل اللي سويته قبل كان ناقص. ولدك عنده التهاب نادر، ومحتاج علاج مختلف تماما. دمعت عيون أميرة، ويدها ترجف. يعني مو غلطتك ذاك اليوم؟ هز رأسه. لا، مو غلط أحد، بس فهم الموضوع غلط. سكتت، ثم قالت: ظلمتك، وأنا أدري إني كسرتك. اشتغل سالم ساعات بدون توقف، أعطى العلاج الصح، وراقب الولد لحظة بلحظة. ولما بدأ الطفل يفتح عيونه ببطء، شاف الضحكة الصغيرة اللي نساها من شهور. أميرة بكت بصوت ما حاولت تخفيه، والتفتت عليه. لو تبي ترجع، مو كطبيب وبس، كأحد أثق فيه. الباب مفتوح. سالم حس كأنه رجع للحياة مرة ثانية. وبينما كان يطلع من الغرفة، تذكر همسة العجوز: ارجع للغنية. ابتسم لأول مرة من شهور، وقال بينه وبين نفسه: يمكن. كل شيء مكتوب.